سلام البنات، أرواح نديرو مع بعضانا عجينة الشخشوخة. شخشوخة الظفر. كيما تلاحظوا راني صايع عجنت العجينة نتاعي، كنت بليتها لمدة ساعة وهي تترطب، وعجنتها مليح حتى ترطب العجينة. راهي واضحة في الصورة، العجينة راهي رطبة ما شاء الله. أنا استعملت دقيق متوسط تاع عمر بن عمر، نبلو المرة الأولى ونخليه يرطاب مليح مدة ساعتين ولا 3، من بعد نعجن العجنة الأولى ونخليه يترطب، زين نعاود نرجعلو بعد ساعة بلا ما تطري، ولازم تكون المرة الأولى العجينة يابسة. كي تعجناها راح وحدها تطلق روحها. بعد ما عجنتها راح نقرصها بالطريقة هذه إلى قطع صغيرة، ونغطيها بحاجة باه ما تيبسش. راح نبدو المراحل الأولى. أنا هنا راني حطيت الماشينة نتاعي ما ركحتليش، كنت رحت بدلتها. المرة الأولى لازم تعاوني بالقنوط بالطريقة هذه، ترقيها نوعا ما. راهي ما بدش تركح لي، رحت بدلت الماشينة. هنا تفرشي سيرفيتا ولا حاجة نظيفة وتحطي فيه العجينة نتاعك تريح. كي تكون معجونة مليح ما راحش تخافي منها، راح تطلق روحها وحدها. هناني جبت الماشينة نتاعي للطابلة باه نكمل بها الخدمة وتسهل عليا. تكون عندك الماشينة هذه راح تعاونك على القنوط. انا راني قاعد نسهل فيهم بالقنوط، نحل حاجة خفيفة ونحط في السرفيتة ونغطيها حتى نكمل العجينة كامل اللي مقرصتها. هي فيها مراحل كثيرة وفيها التعب، مي على الاخر كي تحطماها وتشيح راح تجي ما شاء الله. معروفة ياسر عند الناس الشرق. كي تحطيها في الطاجين جيست ما تشيح العجينة، ما راحش تخليها حتى تيبس
ولا راح تحمار، تشيح العجينة زيد تقلبي تنحيها كامل بالطريقة هذه. وهنا هيني فتت كمية قليلة، نعدت لكم كيفاش طريقة فتو. بعد المرحلة هذه راح تحطها في صينية ولا في طرشون وتخليها تشيح.